المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتيان، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يناقش تنفيذ البرامج التنموية مع سكان مديرية أرعتة. أنشطة الحفاظ على المياه والتربة تجري بشكل جيد في مديرية بريخ. وعاصفة قوية تحدث أضرارا في مديرية أرعتة أقليم جنوب البحر الأحمر. تركيا توقف تعاملاتها التجارية بالكامل مع إسرائيل. إصابة 8 عسكريين بهجوم جوي إسرائيلي في محيط دمشق. ومصرع أكثر من 29 شخصا في فيضانات البرازيل. أهلا بكم. أجرى حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي محادثات مع سكان مديرية أرعتة ركزت على دور المواطنين في تحقيق برامج التنمية والقضايا ذات الصلة. وقد قام السفير محمد سعيد خلال اجتماعاته في إدارات ضواحي أيومن وإيجورولي وحمارتي وألت وبلدة الطيعو في الفترة من 23 إلى 26 من أبريل، قام بتفصيل الخطة الخمسية بشكل عام وتوفير المياه والتعليم والصحة والطرق بشكل خاص. وقال السفير محمد سعيد إن القوة المنظمة لا تواجهها أي عوائق، وحث المواطنين على تعزيز منظماتهم والتأكيد على الأعمال النفيرة لتحقيق هذه المهمة المرحلية مع التركيز والاهتمام بشكل خاص على تحسين معيشة المواطنين. وأوضح رئيس فرع التعليم في الإقليم الأستاذ حقوس أدحنا واقع التعليم والخطط المستقبلية، وذلك وفقا للقرارات السابقة لمؤتمر تعزيز الكفاءة التعليمية، حيث أن نتائج المؤتمر الذي تم تنفيذها في جميع القرى قبل بدء العام الدراسي 2023-2024 كانت مشجعة. وقال إنه من خلال الحفاظ على ذلك سيعمل الفرع جاهدا على زيادة المشاركة في الجدول المدرسي. وحث مدير مديرية أرعتة السيد هبتاب قبراب المواطنين على مواصلة مشاركتهم في بناء فصول دراسية إضافية وغرف انتظار الحوامل. ومن جانبهم تعهد المشاركون بتضافر مواردهم البشرية والمادية لتحقيق البرامج المخطط لها، لأنها ستحل مشاكلهم القائمة وتحسن سبل عيشهم. عقدت ندوة يوم 30 من أبريل في مديرية عد قيح للشباب العمال، وركزت الندوة على أهمية المعرفة والمعلومات وتطورات التكنولوجيا الحالية ودور الشباب في المجتمع. وحث الشاب إبراهيم بارول رئيس الشباب في المديرية الشباب العاملين على غرس ثقافة القراءة والعمل الجاد لاكتساب المعرفة المطلوبة. وقال رئيس الشباب العمال الشاب تسفى مريم لقسي إنه من المتوقع أن يناضل الشباب من أجل برامج البناء من خلال رفع وعيهم وتعزيز تنظيماتهم وتجهيز أنفسهم بالتكنولوجيا واتباع الأخلاق الحميدة. ومن جانبه أشاد مدير المديرية السيدة هبتاي تسفازكي بالحملة التوعوية الرامية إلى رفع وعي ومهارات الشباب، وحث على دعم جميع الجهات المعنية. تسير أنشطة الحفاظ على المياه والتربة بشكل جيد في مدينة بريخ بالإقليم الأوسط، وفقا لما ذكره السيد ماجور منقستاب رئيس مكتب الزراعة في المديرية. ويتضمن البرنامج الجاري تنفيذه في جميع الضواحي منذ فبراير 2024، يتضمن إنشاء وإعادة تأهيل الأحواض الزراعية وحواجز مائية وقنوات حوضية. وبناء على ذلك تم إنشاء أكثر من 1000 هكتار من الحقول الزراعية الجديدة واستصلاح 47 هكتارا بمشاركة 100 إلى 300 شخص يوميا. من ناحية أخرى قال السيد ماجور إنه يجري تجهيز أكثر من 400 ألف شتلة للزراعة الصيفية في المديرية، منها 240 ألف شتلة سيتم زراعتها في منتصف يونيو المقبل عبر العمل الجماعي المجتمعي. احتضن ملعب حاضرة إقليم عنسبة مدينة كرن المحلي في الأول من مايو منافسات اختتام الأسبوع الثقافي والرياضي التي شاركت فيها مدارس المديرية من الابتدائية وحتى الثانوية. وقد شارك في الأسبوع الذي اشتمل من الجانب الرياضي على كرة القدم والطائرة والسلة وألعاب القوى
ومن الجانب الثقافي على الدراما والرقص وفن الخطابة والمعلومات العامة شارك فيه 1182 طالبا وطالبة في 59 فريقا. وأوضح مسؤول وحدة الرياضة والثقافة والصحة في مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ تولد بيطرس أن الهدف من البرامج التي جرت على شكل منافسات يعود إلى تنشئة الطلاب إلى جانب التعليم الأكاديمي بالرياضة والثقافة وتحديد ميولهم. من جهته ذكر مدير المديرية السيد رزناء رأي أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية على الطلاب ومستقبلهم، مناشدا لتقوية مبادرات المدارس لجعل الطلاب يقدمون أفضل ما لديهم من المنافسات القوية. في الختام وزعت الجوائز على الفائزين. خرجت إدارة مديرية قلوج 260 طالبا وشابا حصلوا على تدريب مهني وتثقيفي امتد لفترة تراوحت ما بين شهر و3 أشهر. وأشار رئيس الشباب في المديرية الشاب هيلي برهم إلى أن التدريب اشتمل على الإسعافات الأولية وتركيب الطاقة الشمسية والإلكترونيات والعلوم الاجتماعية. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم القشبركة بالإنابة السيد ماريقوس قرماسيان إن دور التدريب المهني والتثقيفي في بناء شباب أكفأ له أهمية قصوى، وأن الاتحاد يعمل جاهدا في هذا الجانب مانحا إياه الأولوية، داعيا الدارسين لتطوير ذاتهم من خلال المعرفة المكتسبة والعمل لإحداث تغيير جذري في أنفسهم ومحيطهم. وأفاد مدير المديرية السيد سيزار ميكائيل بأن نجاح الجهود الشبابية الجارية يتطلب تقديم الدعم من قبل الهيئات الحكومية والمجتمعية. في غضون ذلك أفاد مراسل إرينا عن تنظيم أسابيع شبابية في مديريات قلوج وملقي وهيكوتا وتوزيع جوائز تنفيذ في مديريتي قلوج وملقي. تسببت عاصفة قوية بأضرار في الماشية والممتلكات في مديرية أرعة إقليم جنوب البحر الأحمر. وأفادت المعلومات الواردة متأخرا عن تدمير عشرات المنازل ونفوق العشرات من الماشية في الكارثة الطبيعية التي وقعت في 26 من أبريل في ضاحيتي بحيتا وعديلو. وتم حتى الآن تدمير 269 منزلا في منطقة را بمديرية بحيتا، بينما تم هدم 40 منزلا في منطقة عديلو ونفوق 22 من الماعز والضأن وجملا واحدا. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من إسرائيل، مشيرة إلى تفاقم المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. وكانت وكالة بلومبيرغ قد نقلت عن مسؤولين مطلعين قولهم إن تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإسرائيل وإليها اعتبارا من الخميس. وقيدت تركيا خلال الشهر الماضي تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل، واشترطت الوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة لرفع القيود. وشمل حظر التصدير وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك وغيرها. وفي أول رد فعل إسرائيلي قال وزير خارجيتها إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا إصابة 8 عسكريين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف موقعا في محيط العاصمة دمشق. وقالت الوكالة أن العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في محيط دمشق. وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 8 عسكريين بجروح، بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية، ولم يقدم المصدر أي معلومات عن طبيعة الموقع المستهدف أو أي تفاصيل أخرى عن الهجوم. في غضون ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق شن هجمات بصواريخ الأرقب على ما وصفتها بالأهداف الحيوية في تل أبيب وبئر السبع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أعلنت عن استهداف هدف حيوي في بئر السبع بصواريخ الأرقب وهدفا آخر في البحر الميت، دون أن تحدد طبيعة الهدفين أو الخسائر التي خلفتها الهجمات المذكورة.
أعلنت صحيفة برازيلية بأن 29 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وفقد 60 آخرون جراء الفيضانات المدمرة التي بدأت في جنوب البرازيل. وبدأت الأمطار الغزيرة في أقصى جنوب البرازيل المتاخمة لأوروغواي، ولا تزال توقعات المعهد الوطني للأرصاد الجوية لأجزاء من ريو غراندي دو سول عند مستوى الإنذار الأحمر. وتأثرت 213 بلدية في الولاية حتى الآن، حيث تم الإبلاغ عن فيضانات وانهيارات أرضية وانهيار السدود. وأكدت الصحيفة أن 10,000 شخص أصبحوا بلا مأوى جراء ذلك. الخبر الأخير في هذه النشرة: تسببت الموجة الحارة والجفاف الشديد في الفلبين في تبخر بحيرة أحد السدود وظهور أطلال قرية عمرها 300 عام وكانت مأمورة تحت مياه بحيرة أحد السدود. وذكر شبكة CNN الأمريكية أن جزءا من كنيسة وشواهد قبور وجزءا من مبنى رسمي بالقرية ظهرت بعد جفاف بحيرة ساد بنتا بنغان في إقليم نويفا إسيغا، وذلك بسبب الجفاف الشديد وانقطاع هطول الأمطار. وغمرت المياه القرية عند إنشاء السد في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن الجفاف المتكرر الذي يضرب البلاد تسبب في ظهورها 5 مرات، والحالة السادسة الحالية هي الأشد، حيث ظهرت أغلب معالم القرية بسبب طول ومدى اتساع موجة الجفاف التي تضرب نصف أنحاء البلاد، وهو ما حول القرية إلى منطقة جذب سياحي. يذكر أن الفلبين تتعرض مع العديد من دول آسيا لموجة شديدة الحرارة، وذلك منذ أسابيع، مما دعا السلطات لتعليق الدراسة وتحذير المواطنين. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يناقش تنفيذ بعض البرامج التنموية مع سكان مدينة أرعة. أنشطة الحفاظ على المياه والتربة تجري بشكل جيد في مدينة بريخ. عاصفة قوية تحدث أضرار في مدينة أرعة إقليم جنوب البحر الأحمر. تركيا توقف تعاملاتها التجارية بالكامل مع إسرائيل. إصابة 8 عسكريين بهجوم جوي إسرائيلي في محيط دمشق. ومصرع أكثر من 29 شخصا في فيضانات البرازيل. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.